السلام عليكم. مؤخرا ولينا كنسمعوا بزاف ديال الاخبار اللي كتعلق بهاد التهديدات وبهاد الهجوم اللي كتقوم به الميليشيات ديال جبهه بوليزاريو في الاقاليم الجنوبيه ديال المملكه المغربيه. وهذا السؤال كيطرحه كل مواطن مغربي وتيقول كيفاش هاد البلان ديال على ان هاد شويه ديال هاد التخربيقه ديال الميليشيات ديال بوليزاريو اللي تيحاولوا انهم يستفزوا المغرب من خلال هاد الهجومات الارهابيه اللي تيقوموا بها في الاقاليم الجنوبيه. وحنا كمغاربه فدائما كتبقى تجينا في الدماغ ديالنا واحد العلامه الاستفهام: واش المغرب خايف؟ واش المغرب ما عندوش باش يراد؟ واش المغرب حتى لهاد الدرجه هذه ما مسوقش؟ كيفاش هذا البلان هذا؟ وهذا الشيء هذا فهو كتعتبر واحد النقطه اللي هي جد مهمه وضروري علينا اننا خصنا نتكلموا عليها، وضروري علينا اننا خصنا نفسروا ونشوفوا كيفاش المغرب تنظر لهذه التهديدات اللي كتقوم بها الجبهه الانفصاليه ديال بوليزاريو. فهادشي علاش غادي نديروا هذا الفيديو هذا، لان اليوم مره اخرى كاين واحد العمليه ارهابيه اللي قامت بها الميليشيات ديال الجبهه الانفصاليه في الاقاليم ديال الصحراء المغربيه، واللي مره اخرى غادي يعاودوا يستهدفوا المدن المغربيه. وهذا الشيء هذا فهو صراحه تيقلق كل واحد مغربي، واكثر الناس غيتقلقوا هما المغاربه اللي هما فعلا متبعين القضيه ديال الصحراء المغربيه وعارفين شنو هما الحقد وشنو هما المشاكل والمجازر اللي كتقوم بها الجزائر عن طريق دفع البنت ديالها الغير الشرعيه. فلهذا حنا غنتكلموا وغادي نحاولوا اننا نناقشوا هذه النقاط بطريقه اللي هي سلسه، وغنشوفوا كل ما هو جديد، وغنشوفوا ايضا كيفاش الجزائر كتحاول تلعب بهذه الاوراق، وكيفاش الجزائر بعد ما انها خسرت كل حاجه كتملكها وكل المواجهات امام المغرب الا وان بقات لها هذه المواجهه او هذه الورقه الاخيره ديال الجبهه الانفصاليه. فقبل ما نشوفوا هذه التفاصيل ونتكلموا على هذه النقط، فكنتمنى منكم انكم تفعلوا مع الفيديو، الضغط على زر الاعجاب، الله يجازيكم بالخير. الناس اللي كتفرجوا ما مشتركاش تلتحقوا بنا والضغط على زر الاشتراك. غادي ندخلوا على بركه الله. اول حاجه قبل ما نتكلموا على هذه التهديدات ديال الامن المغربي اللي كتقوم به الجبهه الانفصاليه، فغنتكلموا على ان هذا العمل هذا فهو ليس بعمل جديد بالنسبه للمملكه المغربيه. وملي كنتكلم على المملكه المغربيه فكنتكلم على الجيش المغربي بشكل خاص، لانه هو اللي دائما تحت ضغط كبير بناء او نظرا لهذه الاستفزازات والتهديدات اللي كتقوم بها الجبهه الانفصاليه. يعني علاش قلت لكم هذه النقطه هذه؟ فان المغرب فهو عنده واحد الدرايه كبيره وعنده واحد الخبره كبيره بكل ما هو كيتعلق الامر بهذه الاستفزازات. يعني الا شفنا اليوم استفزاز قامت به الجبهه الانفصاليه او ضربوا هنا او استهدفوا مدينه مغربيه او استهدفوا الصحراء المغربيه، فالجيش المغربي فهو عارف ان هذا الشيء هذا فهو ماشي شيء اللي هو جديد. ولكن هل هذا يعني على اننا احنا غادي نبقاو مسالمين معهم وغنخليهم يديروا شنو بغاو؟ لا، اكيد لا. المغرب السيادي باش نكونوا اكثر دقه فهو عنده بزاف ديال المسؤوليات اللي هي ثقيله واللي هي كبيره بزاف، واللي المغرب ماشي في المصلحه ديالو انه يشتت الانتباه ديالو ويشتت التركيز ديالو. المغرب كتعتبر دوله امنه من اكثر الدول الامنه في العالم، ما فيه حرب، ما فيه انقلابات، ما فيه ثوره، ما فيه ربيع عربي، ما فيه حتى شي حاجه من هذه الاشياء هذه، ما فيه ايضا ارهابيين، ما فيه حتى شي حاجه. المغرب كتعتبر واحد الدوله اللي هي امنه الى اقصى درجه. فيعني هذه النقطه بحد ذاتها فكتعتبر اول دافع واول عامل تخلي على ان المغرب تكون عنده واحد او يكون عنده واحد التفوق كبير بالمقابله مع المنافسين ديالو اللي هي مثلا الجزائر وموريتانيا وتونس وهاد الدول اللي هما ايضا داخلين مع المغرب في واحد المعركه نفسيه وفي واحد المعركه دبلوماسيه. الا واننا غنستثنيو تونس وغنستثنيو مصر وغنستثنيو موريتانيا، غنتكلموا غير على الجزائر لان هي اللي كتقوم بالعداء بشكل مباشر ضد المغرب. فاذا المغرب اذا عطى واحد المجال بسيط باش انه يخلق واحد النوع من التوتر العسكري او التوتر السياسي في المنطقه، فالمغرب القيمه السوقيه ديالو الدوليه في العالم فهي غادي تولي عليها واحد علامه الاستفهام، لان المغرب ما باغيش يعطي واحد الصوره للعالم على ان المغرب تعيش توترات عسكريه او توترات سياسيه مع الجزائر عن طريق البنت الغير الشرعي. حنا ما نتكلموش كاع على بوليزاريو لان بوليزاريو فهي لا شيء وكل حاجه فهي مدبره من طرف الجزائر. فيعني الى المغرب رد على الجبهه الانفصاليه فالمغرب غادي يخلق واحد الجو ديال التوتر في المنطقه، والمغرب كيشوف على ان الامر ما كيستدعيش فعلا هاد ردة الفعل القاسيه. ولكن المغرب امتى تكون ردة الفعل ديالو قاسيه؟ في الفتره اللي كتستهدف المغرب بشكل اللي هو مباشر واللي كيدخلوا
في الكرامه وفي الكبرياء وفي الشخصيه ديال الدوله المغربيه منذ التاريخ ديالها. كمثلا المشكل ديال معبر القرقارات، فاش كانوا جاو وقفوا بغاو يستعرضوا العضلات ديالهم، ففي هذه الحاله هذا المغرب قامت بواحد رده الفعل. هذه وحده. وباش نعرفوا على ان المغرب فهو تيرد وردا قاسيا، ففوق ما الطائرات المغربيه ديال الدرون او الرادارات المغربيه ترصدوا اي تحرك من طرف الميليشيات قصد او تجاه الاقاليم الجنوبيه، الا وان الرد تيكون قاسيا وكيتسبب لهم في خراب وكيدمر لهم ديك الاليات اللي هما تيحاولوا انهم يتسللوا بها، سواء رباعيه الدفع، كتكاتات يعني، او اي وسيله من الوسائل ديال التجسس اللي غادي يدخلوا بها. اذا المغرب فهو ماشي كيرضع صبعه او انه خايف، بل المغرب ما باغيش يوقع في واحد الاخطاء اللي غادي تقدر اولا تشتت ليه التركيز ديالو في الاهداف اللي هو راسمهم، ثم ما باغيش يعطي واحد الصوره سلبيه على ان بلاده، بالرغم على ان المغرب دولة غادا في واحد الإطار ديال التقدم بشكل كبير، دولة اللي هي طالعة في الاقتصاد كبير، دولة اللي هي نامية بواحد الشكل كبير، دولة اللي هي كتستقطب المشاريع العالمية الكبرى، إلا وأن ديك بين قوسين راه المغرب عنده واحد المشكل في الصحراء ديالو، او راه المشكل راه المغرب يعني منطقة الجنوب راه فيها حتى هي بعض الأشياء اللي هي كتهدد المنطقة، والمغرب ما باغيش يدخل العالم هذه الفكرة. المغرب كيتعامل بواحد الحسم، وحنا كمغاربه فشحال ما غادي نبقاو نخافوا على بلادنا، راه ما عمرنا ما غادي تكون عندنا ديك الروح اللي عند الجيش المغربي اللي هو واقف وهز السلاح 24 ساعه على 24 ساعه في الحدود المغربيه باش يتصدى لاي تهديدات من لا من الجزائر ولا من بلدها الغير الشرعيه ولا من اي طرف اخر. فيعني الناس اللي كتفكر ان المغرب ما مسوقش او ان المغرب خايف او فالمغرب راه ماشي مساله ما مسوقش، المغرب تيقرا بعيد. المغرب غادي بواحد الطريقه اللي هي الجزائر ما كتفهمهاش. الجزائر كتحاول تفشل المغرب في اي خطوه من الخطوات اللي هو تيديرها. شافوا على ان السياحه المغربيه طلعت بواحد الشكل صاروخي من بعد كورونا، قالوا راه نديروا لهم عمليات ارهابيه في المنطقه باش ان السياح يبداو يعرفوا ان ديك المنطقه ديال الجنوب راه فيها واحد التوتر. المغرب ما غيتسوقش، المغرب ما باغيش يدير واحد الاشهار لصالح الجزائر ولصالح البلد الغير الشرعيه ديالها، وهذا الاشهار اللي غادي يخدم له على ضده. ولكن كاين واحد السطيره غنسطروا عليها. واش هاد العمليات خصها تبقى دائما تكرر؟ لا، ما خاصش هاد العمليات تبقى تكرر. حنا هاد الشيء هذا فهمناه وعرفناه، وهاد النقطه هذه اللي ذكرناها دابا فهي نقطه اللي المغرب مزيان تفكر بواحد الطريقه حكيمه، ولكن من الحكمه ديال الاشياء هو ان الانسان ما يوقعش في الخطا، لان كاين الذكي وكاين الحكيم. الذكي فهو اللي تيوقع له الخطا ولكن تعرف كيفاش انه يخرج من الخطا، والحكيم هو اللي تعرف يتجنب الخطا. دابا المغرب في واحد المرحله ديال انه غيدوز من الذكي الى الحكيم باش يتجنب الخطا. وحنا كنا كنعرفوا الا بغينا نهضروا بلغه الجغرافيا فغنلقاو على ان المنطقه الجغرافيه اللي هي بالضبط غنسطروا عليها المنطقه العازله فهي اللي كتشكل هذه المشاكل واللي كتخلي واحد الثغره باش ان المرتزقه تقدر تسلل وتقدر انها تدخل تقرب المناطق اللي هما تيستهدفوها. وهذا امر اللي المغرب صراحه خاصو يخدم عليه، وكنعتقد على ان المغرب راه تيخدم عليه، لان منظمه المينورسو تابعه للامم المتحده كانت مؤخرا دارت واحد الاجتماع مع واحد الوفد الماني عسكري من اجل المنطقه ديال الاقاليم الجنوبيه كيفاش دايروا هاد التوترات السياسيه. فاذا المغرب ما تخافوش عليه، ولكن واجب عليه انه فعلا يحاول يزير قدر المستطاع في المنطقه العازله باش انها ما تكونش واحد الثغره اللي غيقدروا يكونوا كيتسللوا منها ويقدروا يستهدفوا المناطق الصحراويه ديالنا. اذا هذه نقطه جد مهمه. نقطه اخرى اللي غنتكلم عليها واللي هي الجزائر. الجزائر سيادي كل حاجه كديرها الا وهي كتحسب واحد الحساب ديالها بوحده. الجزائر فاش كتدفع الجبهه الانفصاليه فكتقلب على الحرب مع المغرب، والمغرب راه ماشي غبي. المغرب راه عنده شي اشياء اللي هي كبيره مركز عليها، فالحرب بالنسبه له راه مارشاريير. المغرب اللي دخل في حرب راه بحال قلتي راجع بمارشاريير، والمغرب ما كيشوفش في مارشاريير. بحال شي واحد عنده شي طوموبيله واعره، شي اودي ولا شي مرسيدس ولا شي بي ام مفرقعه، شي حاجه مفرقعه وديك عارف اش كتسوى وتقدر تضرب لها مارشاريير وتمشي كطير، ولكن راه ما بقاتش في انك انت غتمشي مارشاريير طاير، راه بقات انك اون فان كونت او في اخر المطاف
راه انت غادي تقصد الوجهه اللي انت دايشه كنتي فيها غترجع للور. والمغرب ما تيفكرش في هادشي، المغرب كيشوف لقدام. يعني الجزائر الا كتفكر باش انها تستفز المغرب، باش ان المغرب ينوض يرد ويطرى شي خطا ويلقاو شي سبه يقول لك حكا استهدفونا حنا الجزائر وينوضوا يردوا، لان الجزائر راه خاسره. وغادي نسطر على واحد النقطه اللي جد مهمه، واللي هي ان المغرب كيسايس معاهم. علاش؟ الفئه العمريه ديال الحكام ديالهم قريبه تسالي صافي. واش بنادم تيحكم دوله عنده 80 عام وتيدير لي كوش وتيحكم دوله والشعب ناعس ضارب حلوه لاكريم وناعس، عاطينو شويه ديال الطحين وشويه ديال الخبز ومنعسينو ومسكتينو وكيديروا ليه هكا بحال المانيطه؟ اش غتسنى منهم؟ صافي المغرب تقول خلي دوك الحماق تا يشرفوا يساليو ويكبروا ويعاودوا يساليو. ومنين ينوض الشعب الجزائري الحر اللي عنده النفس، ما كنهضرش انا على هذوك اللي هما مخضرينهم، الشعب الجزائري اللي عنده النفس واللي فعلا باغي على ان بلادو تزيد لقدام ويتعلموا من الدول المجاوره ويتعلموا غير من جارهم المغرب كيفاش ان البلاد زادت لقدام، ويتعلموا من ليبيا ويتعلموا واخا ليبيا مازال كتعيش مشاكل، ويتعلموا من موريتانيا، يتعلموا من العالم كامل. راه غايقول لك حباس هادشي راه ما خدامش. وراه هادشي اللي كانوا كيديروا هذه 4 سنين وسكتوهم بالمغرب. ولكن راه كاين واحد الناس في الكواليس اللي باغا تخدم البلاد، باغا تخدم الجزائر، ولكن ما قادراش تنوض دابا تهضر. علاش؟ لان عارفه راسها غتنوض تهضر غادي تنحى. سالينا. اذا شنو كيتسناو فاش تجي واحد الثغره اللي هي حكوميه فعلا، او واحد النهضه حكوميه اللي خاصها تكون من اجل التنميه البشريه، من اجل تنميه الاقتصاد ديالهم، من اجل اول حاجه محاربه الفساد اللي عندهم. فراه غتكون هذيك هي الفتره المناسبه باش انهم ينوضوا وتا هما يديروا بحال الناس ويطلعوا تا هما للحكومه عن طريق انتخابات تشريعيه، وانهم تا هما ياخذوا المقاعد ديالهم ويشوفوا الاحزاب ديالهم ويطلعوا، وما تبقاش دوله عسكريه ترجع دوله مدنيه. فالمغرب هذا الشيء عارف وغيوقع. واش الشنقريحه غادي يعيش 1000 عام؟ واش الشبون غادي يعيش 600,000 عام؟ راهما كبار وشارفين وما بقى لهم والو. حنا ما عارفين شكون السابق، الاعمار بيد الله، ولكن حنا كنمشيو غير باللغه ديال المنطق. راه حتى اللغه ديال الدين ديالنا، راه الرسول عليه الصلاه والسلام راه قال لك الامه ديالي راه كتوفاها المنيه في الستينات. حنا ما كنتمناو حتى شي واحد شي حاجه خايبه، غير حنا ما كنتمناو حتى شي واحد انه يجي اذي لينا بلادنا. هادشي اللي كاين. كان معكم خوكم محمود، تحياتي لكم، خليوا لي الراي ديالكم في التعليق، والسلام عليكم.